اوكي. النصيحة رقم 10 من أهم النصائح اللي حتى تقدر تدرس وتنجح بألمانيا هي صحتك النفسية. للأسف هذا الموضوع عندنا ببلادنا العربية ما كتير يعني بينحكى فيه، بس صحتك النفسية هون حكيت قبل شوي عن الضغط الما طبيعي رح تتعرض له، فلهيك هالشي بيخلي إنه المشاكل النفسية تطلع لبرا. نحن ما عندنا أبدا وعي بهالمواضيع، بس كتير ضروري إنه أنت هون تتبع هالمواضيع، لأنه كل ما ساءت صحتك النفسية كل ما قل تركيزك، كل ما انك ما رح تقدر توصل لاهدافك. فعالم بصير معه اكتئاب، عالم بصير معه بانيك اتاك، من انكزايتي اتاك، من كثير في شغلات بتصير هون مع الواحد اذا ما اهتم بصحته النفسية. كيف بدك انت يعني كثير في دكاتره التأمين الصحي هون بيدفع لك دكاتره نفسيه، حتى الجامعه فيها كثير دائما مراكز للمساعده النفسيه للطلاب. فانتبه دائما على حالك اذا حسيت انه انت نفسيتك مثلا صارت تحت الارض لدرجه انك انت ما عم تقدر بقى تكفي وتركز بالشكل المطلوب. يعني ما تهمل الموضوع، ما تهمل صحتك النفسيه ابدا. لانه بصراحه يعني من تجربه شخصيه عم بحكي، هالشي غير حياتي. يعني بعد دعم نفسي مثلا من عالم اخصائيين او كذا، يعني قدرت ادرس وركز بطريقه مرعبه. فاهتموا دائما بصحتكم النفسيه. في كثير عالم مثلا بتصلي، عالم بتعمل يوغا، عالم كثير بتعمل اشياء ثانيه مثلا بتساعد، بس في اوقات مشاكل نفسيه بدها فعلا عالم